والله العظيم يا جماعه هتاكلوا صوابعكم وراها. بربع كيلو بس من جوز الهند زي ما انت شايف كده، ما شاء الله، على قطمه واحده بس. بص لي على التسويه كده، روعه الروعه، ما شاء الله، كلها طالعه مقاس واحد وشكل حلو جدا، وكمان الطعم من ورا العقل. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه هنحط 3 بيضات. هنحط على ال3 بيضات شويه فانيليا. ادي شويه فانيليا حلوين، ونضرب كويس قوي كده. تمام التمام. هنحط عليهم نص كوبايه سكر. بعد ما دوبنا السكر يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بعد ما السكر داب وبقى تمام التمام، هننزل بمعلقه عسل ابيض كبيره اهو كده. خلاص تمام. يبقى دوبنا السكر والعسل مع الفانيليا والبيض. حلو الكلام. هننزل بنص كوبايه من السمنه البلدي اهو. سمنه تكون سايحه مش سخنه. معلقه كبيره من الدقيق كده. خلاص يا جماعه الخليط بتاعنا بقى تمام التمام. على المقدار اللي احنا حاطينه دوت هنحط قد ايه جوز الهند؟ هنحط ربع كيلو من جوز الهند المبشور، وهنبتدي نلم بايدينا مش هنقلب. ده ربع كيلو بالظبط. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، انا غلفت جوز الهند بالسمنه البلدي والخليط اللي احنا عملناه. بص المنظر عامل ازاي، بص القوام بتاعها اهو. بصي لينه معاكي وجميله. يلا بينا نشكلها ونحطها في السرفيز او في الصينيه بتاعتنا وندخلها الفرن على درجه حراره 180، ونشوف بقى شكلها عامل ازاي اهو. بصي بالشكل ده كده، ما تكونش اكبر من كده. شايفه الحجم ده كده زي الفل. هنكمل بقى الكميه كلها، وبعد كده هوريكم شكلها عامل ازاي، وتقدري تشكليها زي ما انت عايزه. حبايب قلب الغاليين، بصوا من ربع كيلو جوزة الهند عملت ما شاء الله مهرجان من الشكلمه، ولسه ما خلصتش. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عندك كريز اللي هو الاحمر ده بتاع الحلويات ماشي، ما عندكيش ممكن تحطي مكسرات او تتقدم ساده. نحط كده الكريز بتاعنا بالشكل ده، ونبصم حاجات بسيطه بالمنظر ده كده اهو. تضغطي ضغطه بسيطه جدا بالشكل ده. طبعا وانا شغال في الكريز ولعت الفرن على درجه حراره 180. بلف الشكلمه كده وبصم عليها بايديا، واحاول اخليها تاخد كيرف لفوق اهو بالشكل ده كده. شايفه المنظر اهو. واللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. حلواني ودمه خفيف كمان يا دلعك. نكمل الكميه كلها ونخش الفرن مع بعض. الفرن بتاعنا ولع على درجه حراره يا جماعه 180. هندخل الصاج كده على الشبكه اهو اللي في النص. طبعا الفرن شغال من تحت مش شوايه. هنسيبه حوالي ربع ساعه، وبعد كده هوريكم عظمه. وبعد ما سقناها الشربات ورصيناها في السيرفيس بتاعنا زي ما انت شايف كده، ما شاء الله، روعه الروعه. بص بقى التسويه عامله ازاي. سلام على الجمال. شايف الشكل؟ بص كده. والله العظيم يا جماعه هتاكلوا صوابعكم وراها. اتمنى تجربوا الوصفه العظيمه ديت، وان شاء الله هتعجبكم جدا. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. سلام.